السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سماح عياد ودي قناتي لتعليم الكروشيه. الشنطة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي اشتغلتها معاكم خطوة بخطوة بالتفصيل، شرح مفصل للمبتدئين، بس على قناتي الاولى قناة موزي وموري كروشيه. لو حابين تعرفوا الطريقة بتاعتها هسيب لكم رابط الفيديو في الوصف تحت الفيديو ده، ولو بصيتوا قدامكم على الشاشة دلوقتي في علامة الاي هتلاقوا مكتوب طريقة عمل الشنطة، هتضغطوا عليها دخلكم على طول على الفيديو. موجود كمان هنا على القناة، قناة سماح عياد، الجزء الأول من طريقة عمل الشنطة. شنطة حلوة جدا زي ما انتوا شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا، ان شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. طلبتوا مني طريقة عمل الشرشوبة المزدوجة. ان شاء الله في حلقة النهاردة هنعمل مع بعض الشرشوبة المزدوجة اللي بنحطها بره على الشنطة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ان شاء الله برضو تنفذوها معايا بكل سهولة. اول حاجة باخد مقاسات الشنطة بتاعتي، انا هعملها طويلة بطول الشنطة. باخد مقاس الشنطة وبضربه في 2. انا عندي هنا طول الشنطة 20 سنتي، بضرب في 2 يعني هعمل طول الخيط اللي انا هقصه 40 سنتي. بخلي الشنطة على جنب وبجيب الخيط اللي انا اشتغلت بيه. انا اشتغلت بخيط مكرمية مصري سمك 3 مللي، طبعا انتوا حسب الخيط اللي انتوا بتشتغلوا بيه. وبقيس جزء من الخيط بمقاس 40 سنتي، وطبعا برضو حسب مقاس طول الشرشوبة اللي انتوا عايزينه بتقصوا الفتلة بتاعة الخيط. بقيس بالمزورة كده 40 سنتي وبقص بالولاعة. زي ما احنا عارفين خيط المكرمية المصري لو قصيناه بالمقص بينسل وبيفك، فاحنا بنقصه دايما بالولاعة. الفتلة دي طولها 40 سنتي زي ما اتفقنا. كده انا قصيت اول فتلة بمقاس 40 سنتي او بالمقاس اللي انتوا عايزينه. بعد كده بحط عليها الخيط كده وبقص برضو بعدد الفتلات اللي انا عايزاه حسب السمك او التخن بتاع الشرشوبة اللي احنا عايزينه. بقص كده الفتلات بالمقاس اللي انا عايزاه. هقص كده عدد من الفتلات وارجع لكم تاني. انا كده قصيت 25 فتلة بنفس المقاس، مقاس 40 سنتي. طبعا لو حابين تزودوا عدد الفتلات او تقللوا زي ما انتوا عايزين. بعد كده بقص كمان فتلة بس اطول منهم شوية اللي انا هربط بيها. بقص واحدة بمقاس مثلا 45 سنتي اطول شوية. بعمل حساب الرابطة بتاعة الخيط عشان عايزاها بعد ما اربط تبقى نفس مقاسهم بالظبط. بعد كده بجيب الفتلة الطويلة دي وبحطها تحت الفتلات التانية وبظبطهم وبحط كده في النص بالظبط وبربط كويس جدا. بحطها في المنتصف بالظبط. هيبقى الشكل كده. انا عايزة الفتلة دي بعد ما بربط الخيط كويس بخليها ضمن العدد كده عشان تبقى نفس المقاس، ولو في زيادة بنقصها. طبعا بربطها كويس. تمام. وبقلب كده وبخلي الرابطة جوه، بخلي الرابطة بتاعة الخيط جوه. هيبقى عندي الشكل من فوق كده والخيوط زي بعضها من الجنبين. بعد كده بعد ما بنخلص الشرشوبة خالص بنساوي الأطراف. بنشيل كل الزيادات دي، بنساوي الأطراف تبقى قد بعضها بالظبط. كده أنا عملت أول واحدة. هعمل التانية بنفس الطريقة كده وارجع لكم تاني. أنا كده عملت الشرشوبة التانية بنفس الطريقة، بقى عندي 2 زي بعض بالظبط. بعد كده هجيب الخيط والإبرة وهبدأ أشتغل السلسلة اللي هتربط بين الشرشوبتين بنفس الخيط برضو بإبرة الكروشيه. بسيب كده حوالي 25 سنتي من الخيط. نخلي بالنا بسيب حوالي 25 سنتي من الخيط، يعني مسافة كده مسافة طول الشرشوبة وزيادة كمان شوية صغيرين. وبعمل عقدة البداية وهشتغل عدد من السلاسل بالطول اللي أنا عايزاه. أنا كده اشتغلت 30 سلسلة. بقيس برضو كده بشوف المقاس مناسب ولا لأ. طبعا السلسلة دي هتلف على الإيد،
هشتغل كمان 5 سلاسل. بعد كده بقص الخيط، بس بسيب نفس المسافة اللي انا سبتها في البداية، بسيب برضو حوالي 25 سنتي من الخيط. وبعد كده بسحبه من اخر سلسلة عشان اثبته. كده انا اشتغلت السلسلة اللي هتربط بين الشرشوبتين وهنحط فيها الخرز الخشب. السلسلة دي مقاسها 25 سنتي بالظبط. طبعا انتوا هتشتغلوها حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. بعد كده بركب الخرز من هنا ومن هنا، بركب الخرزة كده وبسحبها شوية من هنا وفي الجنب التاني بنفس الطريقة. شايفين؟ حطيت الخرز وسحبته شوية، ببين كده اول سلسلة هنا واول سلسلة هنا. بعد كده هجيب ابرة التنظيف وهبدأ اشبك الطرفين دول في الشرشوبتين اللي انا عملتهم. بجيب اول واحدة، طبعا احنا خلينا الرابطة بتاعة الخيط جوه. باجي كده بقلب وبعدي من هنا. انا طبعا لسه هظبطهم كويس، بس انا بوريكم الطريقة. لسه هجمد عليهم كويس وهظبطهم وهظبط الاطراف كمان. بعد ما سحبت طرف الخيط ده من هنا، بعديه من السلسلة الاولى من هنا. بعديه كده من السلسلة الاولى وبسحبه عشان اثبته كويس. بعد كده بعدي تاني من عقدة البداية كمان مرة كده. كده انا ثبت السلسلة في الشرشوبة، ثبتها كويس. بعد كده بعدي تاني تحت الخيط اللي انا رابطة بيه الشرشوبة ده، بعدي كده للجنب التاني وبسحب طرف الخيط وبسيبه وبحسبه خيط من ضمن الخيوط بتاعة الشرشوب. بسحب كده ابرة التنظيف، عشان كده قلتلكوا ان انا بزود مقاس الخيط اللي انا بسيبه في البداية. كده انا ثبت السلسلة، بسحب كده الخرزة وبنزلها تحت. هيبقى الشكل كده. كده انا ثبت اول خرزة، هثبت الخرزة التانية في الشرشوبة التانية بنفس الطريقة. بعد كده بجيب طرف خيط تقريبا متر من الخيط ونبدأ نلف بقى على الشرشوبتين عشان نكون الجزء اللي هو بيربط من هنا كده. بجيب مسافة كافية من الخيط عشان الخيط ما يقصرش معايا، وبقص كده. ده تقريبا متر ونص من الخيط. بحط علامة في طرف من الطرفين وبسحب الطرف القصير. هعمل اول واحدة، اخلي دي كده على جنب. شايفين معايا العلامة هنا في طرف الخيط؟ بخليها كده، بتني الخيط كده وبسيب الطرف اللي فيه العلامة وبروح على الطرف الطويل
وببدأ ألف كده الجزء اللي احنا بنلفه على الشرشوبة. نخلي بالنا ده كده بيبقى طويل شوية، اللي هي العروة اللي احنا عملناها دي. طبعا اللف صعب شوية تحت الكاميرا، هيبقى سهل بالنسبة لكم. بلف كده الخيط جنب بعضه، الخيط جنب بعضه، وبشد كويس. كده انا لفيت الخيط كويس جدا. بعدي طرف الخيط من العروة اللي انا عملتها دي، طرف الخيط الطويل، وانا ماسكة كويس من هنا بسحب الطرف اللي فيه العلامة. كده انا سحبت العروة اللي انا عديت منها الخيط، بدفنها بقى جوه اللفات اللي انا لفيتها هنا. طرف الخيط اصبح طول الشرشوبة بتاعتي. طبعا ما بقصهوش، بقص الطرف الطويل ده اللي انا كنت بلف بيه. بشيل العلامة. انا كده سحبت العروة، دخلتها تحت اللفات وثبتها. هقص الجزء ده. هسحب كمان شوية عشان اداري اللسعة بتاعت الولاعة جوه. كده انا عملت اول شرشوبة. طبعا بظبط الاطراف اللي هي طالعة دي كده شوية. كده انا عملت اول شرشوبة، هعمل التانية بنفس الطريقة. خلاص كده عملت الشرشوبة التانية بنفس الطريقة. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين، شكلها جميل جدا وطريقتها كمان سهلة جدا زي ما شفنا مع بعض. طبعا بالنسبة للاطراف لو حابين تسووها، انا بسويها بسكينة سخنة. عندي سكينة قديمة مخصصة للشرشوبة، بسخنها جامد جدا على البوتاجاز او على اي مصدر نار، وبقطع بيها مرة واحدة. بظبط كده وبقطع مرة واحدة كله مع بعضه، بتطلع متساوية معايا بالظبط وما بيبقاش فيها اللون الاسود ده. تمام. هسويها طبعا بعد كده. كده انا خلصت الشرشوبة المزدوجة. طبعا في فيديوهات على القناة، قناة موزي وموري كروشيه، لطريقة عمل الشرشوبة اللي هي الفردية، شرشوبة واحدة. النهاردة عملنا مع بعض الشرشوبة المزدوجة زي ما طلبتوا مني. شكلها حلو جدا وطريقتها سهلة جدا. بنحطها في الشنطة في اي جنب من الجنبين في الايد بتاعة الشنطة. لو عايزين تخلوا واحدة طويلة وواحدة قصيرة، او تخلوهم الاتنين في مستوى واحد، زي ما انتوا عايزين. ده كده شكل الشرشوبة المزدوجة على الشنطة. شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة، وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. واشتركوا كمان في قناة موزي وموري كروشيه عشان تشوفوا كل الفيديوهات الموجودة. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.